دي كانت اغرب تجربه سمك باسعار معقوله جربتها في حياتي، ولقيت كمان خصم 30% على الفاتوره كلها. ما كنتش اعرف ان لو احتفلت بالفالنتين هينزل لي كيكه فري. دي حرفيا اللي بيتقال عليها تجربه فندقيه بنفس الاسعار بتاعه المطاعم العاديه. المكان لسه فاتح جديد وما اتزحمش، واسمه بارس، موجود في مصر الجديده، واخد كده الطابع اليوناني والديزاين بتاعته والديكورات اللي فيه تحفه. واول طبق اسمه استراكو ديرمو، وده فيه اكبر استاكوزا دقتها في حياتي. الخلطه نفسها تحفه واللوبستر نفسه متغذي، وفي نفس الطبق بينزل معاه جمبري. كل ما يكون طازه كل ما تثق في المحل. وزياده عليه بيض صبيط وكاليماري وبطاطس محشيه بطارخ، وزياده عليهم كيلو كابوريا مخليه بره في صدفتين. اهو دي اللي بجد تاكلها وتقول عليها مزيكا. مش بس كده، نزلت سمكه من عندهم، والخدمه الحلوه ان هو بيجي لك شيف يفرغها لك من الجلد والشوك اللي فيها. ولسه معلم معايا جامد الهوت ابيتايزر بتاعهم، بينزل لك حاجه اسمها شريمب دمدم، ودي غرقانه جمبري من جوه. لا والاغرب بينزل لك كنافه بالجمبري بالديبنج بتاعها. عايز اقول لك ان صوت قرمشتها هتغير حياتك. وما يفوتنيش مطعم من غير ما اجرب شوربه السي فود الكريمي عشان اقيمه من بدايتها. والسي فود سالاد للناس الهيلثي بجد تجربه انت مش هتعرف تجربها في مكان تاني. ولو ما بتحبش السمك عندهم اصناف تانية زي الستيك والتسويه زي ما انت تحب. وبينزل لك مع صوص المشروم، وده خيال وتعرف اللحمه من عضتها لان ما بيبقاش فيها افتكاسات كتير ولا مخبيينها باي توابل. طبق التشيكن بارميزان، وده للناس اللي كمان ما بتحبش اللحمه، هيخليك تفقد القدره على النطق. المشكله ان اسعار الحاجات دي كلها مقارنه باسعار المحلات اللي بره عاديه جدا. يعني مثلا بيتزا زي دي معموله بالطريقه الايطالي ونزل عليها السلمون، عايز اقول لك ان حاجه زي دي تدفع فيها بره عمرك. الفرن يا جماعه اللي بيعملوا فيها البيتزا قادره تنقلك لايطاليا في 3 ثواني. وكمان وانا بدفع لقيت عاملين خصم 30% على الفاتوره كلها. وكمان اي حد بيحتفل بالفالنتين هناك بيوفروا اجواء رومانسيه وبينزلوا كيكه فري.